كويسين. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بصوا كده في بداية الفيديو انا طالبة من كل حد بيشوف الفيديو ان هو يدعي لماما ان ربنا يشفيها. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا. ماما اليومين اللي فاتوا دول تعبت جامد، السكر عالي عليها وكده، وربنا يسترها يا رب، ربنا يشفيها ويشفي كل مريض. فكانت تعبانة، فانا حبيت ان انا افاجئها وكده واعمل معاكم فيديو روتين جامد زي ما انتم شايفين معايا. بس قبل ما نبتدي في الفيديو عاوزاكم تنزلوا تصلوا على النبي في الكومنتات وتدعوا لها دعوة حلوة. عايزة اقول لكم ان هي هتقرا الكومنتات كلها، يعني تكبروا بخاطرها كده، ربنا يكبر بخاطركم. طبعا انتوا عارفين طبعا اي ام او اي عامة ست في البيت لما بتخش تلاقي بيتها نظيف دي طبعا بتبقى راحة نفسية وكده. فانا حبيت افاجئ ماما وافرحها وعملت لها الروتين اللي هو الشتوي، وقلت يلا نفرش معاكم بقى اول روتين في شقة ماما. ان شاء الله كده الفيديو يعجبكم باذن الله ويشجعك ويحمسك ويخليكي تقومي بقى ايه تشوفي اللي وراكي. طبعا زي ما انتم شايفين معايا هنا كنت شلت الستاير القديمة، يعني كان في كذا ستاير وكده شلتها وحطيت بقى الستاير التقيلة. وانا كنت بغير الملاية بتاعت السرير وكنت بفرش لها ملاية نضيفة وكده. عايزة اقول لكم بسم الله ما شاء الله احنا شقتنا كبيرة، يعني 4 اوض وصالة وكده. وطبعا عملتها بقى روتين عميق زي ما انتم شايفين معايا. يا رب بس كده يعجبكم الفيديو وتنزلوا تحطوا لايك. انا زعلانه منكم يا جماعه عشان انتوا بقيتوا مقصرين معايا في اللايكات. الفيديوهات اللي فاتت الصراحه كنتوا مظبطيني في اللايكات وكومنتات وكده. كنت بقول بس كده الفيديو يعجبكم عشان كده انتوا تتفاعلوا معايا في اللايكات والكومنتات. لكن دلوقتي ما فيش حد فيكم بيتفاعل معايا في اللايك والكومنت. بعد اذنكم يعني حطونا لايك كده حلو، لايك حلو زيكم وكومنت حلو زيكم كده يشجعنا ان احنا نستمر معاكم باذن الله ونعمل لكم فيديوهات حلوه تشجعكم. وكل سنه وانتم طيبين بقى بمناسبه المدارس، ان خلاص المدارس دخلت علينا وخلاص بقى الشتا داخل علينا. فحبيت اعمل معاكم بقى ايه, تنظيف عميق اللي هو بقى تنظيف الشتاء وكده. انتوا عارفين طبعا لازم من قبل ما الشتاء ما يخش لازم بقى تدفي الشقه وتروقيها ترويقه حلوه. وقلت برضك في نفس الوقت لازم ان انا افرح ماما وافاجئها، يعني افرحها حتى لو